وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفة إذا كانت في العبد فوالله قد نال الخير كله. صفة يكفي أن الله قد مدح من يتخلق بها، ومن كانت فيه فاز ورب الكعبة. صفة قد مدحها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا، وقد ذكرها الله في كتابه العزيز كثيرا، بل هي الأصل وهي أساس الأخلاق. فيستحيل أن يكون للإنسان أخلاق بدون هذه الصفة المباركة. طب ما هي؟ قال الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. زيد، قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل في علاه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بلا حساب. الصبر علامة التقوى. الصبر شهادة يأخذها الإنسان عندما يصبر في هذه الحياة الدنيا، يصبر على أذى الناس، يصبر على مكرهم به، فإنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيصبر ويصبر وإن النصر قريب من الله جل في علاه. فإن الإنسان إذا صبر غفر وصبر، إن ذلك من عزم الأمور. الصبر عند أهل العلم على أنواع. هناك صبر على الطاعة، تصبر على الطاعة، وهناك صبر على المعاصي، تصبر على المعصية بأن لا تفعلها، وأن تصبر على الطاعة بفعلها، وأن تتحمل تعبا سواء قيام ليل وإلا صوم وإلا مش عارف تصبر على ذلك، هذا صبر. والصبر على على المعصية بأن تتحمل الشهوات وأن تصبر عليه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إن الله مع الصابرين. عندما قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم جل في علاه يقول عن الصبر أنه يجازيهم ويحبهم ويقربهم منه ويرفعهم درجات علا، درجات علا. فإن الصبر، وإذا صبر العبد كان جزاؤه عند الله جل في علاه عظيم جدا، عظيم جدا. قال سبحانه وتعالى، ونحن نتكلم بآيات، قال جل في علاه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا، شرط، وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيوة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال جل في علاه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. في رواية قالون قتل معه ربيون، قتل معه ربيون كثير فما وهنوا، يعني قاتل وقتل، روايتان صحيحتان. نعم.
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أسمع خاتمة الآية: والله يحب الصابرين جل في علاه. بل يريد أن يعلمهم يريد أن يعلمهم أن يراهم وهم صابرون، لأن الله علام الغيوب ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فجل في علاه يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشرهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم جل في علاه في آية أخرى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. درجات. ثم قال جل في علاه وعندما أمر نبيه بالصبر قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل عليهم. اسأل روحك سيدي، فإذا كان الله يقول لعباده المؤمنين الأتقياء والرسل صبروا على إذى الكفار وصبروا على أذى عظيم جدا، أوذوا في أهل بيتهم وأوذوا في أنفسهم وأوذوا في الدعوة، كذبوهم طردوهم وهناك من قتلوهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل عليهم. ثم قال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تريد أن تعرف الله في صف من؟ والله يؤيد من بنصره؟ انظر إلى حال الصابرين، انظر إلى حال من صبر من أجل الله. اللي صبر من أجل ماذا؟ من أجل مكانة يبتغيها عند الله، من أجل نصر، من أجل دعوة، من أجل الله، من أجل أن يكون الذين الله معهم، ومن أجل أن يكون من الذين يحبهم الله. إن الله والله يحب الصابرين. عندما قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين، يعني الله يحب الصابرين وإن الله مع الصابرين، يعني هو معهم ويحبهم الاثنين. تخيل أن الله يكون معك ويحبك وينصرك ويؤيدك. هؤلاء الذين الله يأمرهم بالصبر تأذوا جدا، زلزلوا زلزالا شديدا. ذاك الله عز وجل يقول: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لهم الجزاء في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذلك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ذلك قال جل في علاه: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وقال جل في علاه في آيات كثيرة يا أخي، آيات كثيرة تحث عن هذا. تعرف هذم لماذا قال الله لهم أن يصبروا؟ أسمع يا مؤمن، أسمع وحل أذنيك وأرعي لها سمعك. هؤلاء قال جل في علاه لهم لأنهم أوذوا أذى شديدا، عذاب ما يخطرش على بالك، وهم ما يخطرش على بالك، وتعب وضيق وشدة تحلم به وما توصل لهاش مهما ما أصابك في الحياة. هؤلاء الرسل هم أشد الناس ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل. وذلك أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل هكذا أولياء الله، لأن الله يحبهم ويخفف. إن الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان
ضعيفا. اسمع هذوما ابتلاهم الله لأنهم عذبوا وتشددوا. أي خلينا نقارن حالنا اليوم. نحن اليوم في حالنا اليوم وفي زماننا اليوم، سيدي يدخل البيت يريد أن يجد زوجته جهزت له الأكل، أكا الصغار ساكتين حرف ليه، يريد كل شيء جاهز في مكانه. رد بالك تكلم وش بيسيدي صايم، شبي سيدي ما عندوش صبر، ما عنده وين يدور الريح. يقول لك أنا إذا غضبت خلاص ما عندي. تحشر بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتحشر كل كلبك وحدك تترميه، كل فضلة تترميه وحدك. تحشر بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله يحب الصابرين وإن الله مع الصابرين. قال لك أنا إذا غضبت لا ما عندي وين يدور الريح، أنا لا أفهم شيئا ولا. تحشر بعيدك تترميه وحدك، تشوف كيفاش ما عندي وين يدور الريح، ما عندك وين يدور الريح. سكر شبابك تو ما يدورش الريح. فهذا والله العظيم يعني لا من هؤلاء بهي عقلية يقول لك عندي وين يدور الريح. شوف يوم القيامة يفوز أهل الله وخاصته. اليوم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالآيات هذه التي تحث على الصبر، عندما يقول جل في علاه أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لأنه يريد بك خيرا، لأنه يعلم أن الخير في الصبر ليس في الجزع، الخير في الصبر. قال جل في علاه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فضل الصبر في الدنيا وفي الآخرة أن رزقنا الله جل في علاه بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما فماش إنسان على وجه الأرض أخذ عطاء وجزاء خيرا من ماذا وأوسع من ماذا، فهو خير من الصبر وأوسع من الصبر. لا يوجد. الصبر وما أدراك ما الصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن. شوف راهو كان تصبر راهو خير لك. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. كل شيء يصير في حياتك خير ليك إذا أنت مؤمن. إذا أنت مؤمن. عجبا لأمر المؤمن، يتعجب صلى الله عليه وسلم لأمر هذا العبد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ما ينالش هذا إلا المؤمن. تقول لي في هناك ناس يمكرون على أنفسهم، مكرهم على أنفسهم، وإن كان مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال. ويمكرون ويمكر الله. نسيتوها الآية هذه؟ يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، جاك خير تشكر الله عز وجل عليه، الحمد لله رب العالمين. دعوت دعوة أجابك الله، تشكر ربك ربنا جل في علا عن ذلك. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. جاته نعمة شكر عليها فالله بارك له فيها، رزقه الله بالعيال شكر الله عز وجل عليهم، رزقه الله ببنت، مش يقول لك لا أريد ذكورا، رزقه الله بعيال، يسر الله له الحلال، يسر الله مش عارف إيه، رزقه الله حتى لو دينار واحد، حتى لو ريال واحد، حتى لو جنيه واحد، حتى لو مليم واحد، ليرة واحدة، أيا كان، دولار واحد، يورو واحد، مش سنت واحد، أيا كان رزقه الله به فإنه يشكر الله عليه. وكذلك تنساش نعمة الصحة ذيك، تنساش كالنعمة كالكنوز هذيك متاع النعم اليوميا اللي متى سوف نشكر الله على نعمة الصحة الله أعلم.
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، لكن النعمة ذيك تكون خير لك لما تشكر. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، يعني إذا أصابته سراء يشكر الله عز وجل على هذا الخير الذي جاء فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر، جاء ضر ولا أيا كان صبر فكان خيرا له. فكان ماذا؟ فكان خيرا له. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، نور، يعني لو أردت أن تعلم كيف تضيء هذه الحياة فاصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر، يعني اللي صبر خلاص فليه الأجر نتاع الصبر ذاك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسمع الحديث ذا جيدا 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 جيدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. الحاجة ذيك اللي انت صابر عليها يعني على ما تكره، ماكش متحملها، لا تستطيع عليها، خيرا كثيرا. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن اسمع 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 وأن النصر مع الصبر. ماك تحب تنصر ولا؟ وتريد نصرا عزيزا وفتحا قريبا، وتريد جزاء، وتريد العاقبة، وتريد وتريد وتريد. فعل إرادتك بالصبر. فعل ماذا؟ إرادتك بماذا؟ بالصبر. طيب، فإن الصبر يكون ثمرة من ثمرات ماذا؟ من ثمرات الصبر. طبعا كل الأخلاق الحسنة، يعني حتى الحلم والأنات كل الصفات اللي ذكر، الصدق وكل هذه، يعني سبحان الله الصفات اللي ذكرناهم في الحلقات الماضية كلها هي عبارة عن ثمرات شجرة الصبر. خلاص. طيب، وكذلك من ثمرات الصبر النصر، فإن النصر مع الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: وأن النصر مع الصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأننا في شهر رمضان من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وقال صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر فيوفقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نرجع للصبر. فإن الصابرين الذين صبروا ابتغاء مرضات الله، والذين خالطوا الناس وصبروا على آذاهم وأذياتهم ومكرهم وكلامهم وكلامهم الموجع، كلامهم المؤذي وكلامهم المحبط، كلامهم المدمر، فإنه مؤمن حقا عند الله عز وجل. مؤمن ماذا؟ حقا عند الله عز وجل. فإن الصبر، قال جل في علاه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب، في مصب، في عبادة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه ويا ثواب المستغفرين. اعلم أن الصبر، إذا صبرت لله فإن الله سوف يجازيك خير الجزاء، وسوف يبارك في صحتك وعمرك وسمعك وبصرك وذهنك وقلبك وروحك وأهل بيتك وحياتك كلها. فإن النصر مع الصبر، فإن النصر مع الصبر. إن صبرت لله جل في علاه فإن جزاءك سيكون جزاء عظيما موفورا، وسوف ترى بعيناك كم هو جزاء الله واسع عظيم جدا جدا جدا، بشكل لا تتخيله وبصورة لا تتوقعها ولم تأتي على بالك. فإن النصر يكون مع الصبر. وإن حبست نفسك عن الشهوات أطلقها الله في الخيرات، وإن حبست لسانك عن المنكر عن الفحشاء أطلقه الله في الذكر وفي العبادة وفي القرآن وفي الترتيل والتجويد. وإن حبست بصرك عن نظر الحرام أطلق الله بصيرتك. وإن حبست أنفاسك عن التنفس في الحرام رزقك الله بأنفاس الحلال. وإن حبست نفسك وشهواتك وفرجك عن الحرام أعطاك الله الحلال وكفاك به وأقنعك به ورزقك به وفرح قلبك. فالصبر ثمرة كل خير، والصبر شجرة لكل خير، فإنها تورث التقوى، وأن تكون عبدا لله، وتورث الخيرات والإحسان والتقوى والكرم والصدق والحلم والأنات وحسن الخلق وكثرة العبادة والتوفيق من الله عز وجل. وتذكر والله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المباركين.